الله تعالى وبركاته. القصة بدات في الهند في القرن السادس قبل الميلاد، بعد ما واحد الأمير سميتو جوتاما ترك حياة الطرف والرفاهية والبذخ، وكان عمرو ديك الساعة 29 عام. خاض القصر الملكي ولبس لباس راهب شحات تقلب على معضلة الوجود. بعد سنين من التأمل والبحث قال أنه لقى الأجوبة على الأسئلة ديالو، وكمل 45 عام الباقية في تدريس تعاليمه، وأصبح المستنير الأوحد بوذا. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على الكتاب المقدس ديال البوذيين بشكل مختصر وسهل، باش الفيديو ما يكونش طويل بزاف، على بركة الله. الكتاب سميتو تري بطاقة، وهذا الاسم مركب من كلمتين. تري معناها ثلاثة، وبطاقة معناها سلة، أي سلات ثلاث. تتكون هذا الكتاب من ثلاثة المجموعات. الأولى سميتها بناية بطاقة، تعني سلة النظام، فيها نظم الرهبانية وقوانينها. الثانية سميتها سلطة بطاقة، وهي مجموعة من الخطب التي ألقاها بوذا على تلاميذه، وفيها وصايا ودعوات، كما فيها كثير من الأحكام المتعلقة بالبوذيين الواجبة على السالك البوذي. الثالثة سميتها أبيدارما بطاقة، وتحتوي على القضايا الفلسفية المعقدة التي قامت عليها الديانة البوذية، كما تحتوي على تفاصيل الأخلاق العامة التي تتبعها البوذيين. وتقدسوا البوذيين تري بطاقة كما تقدسوا الهندوس الفيدا، مع أنهم ما تعتبروش أن الكتاب ديالهم مقدس. وقد اتفق المؤرخون أن هذا الكتاب ما تدونش في عصر بوذا، بل دون بعد وفاته بقرون. هذا بشكل مختصر. إذا عجبك الفيديو ما تنسى دير الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.